اهلا بيكم. وحشني. النهارده هنتكلم عن موضوع كل واحد مننا مر بيه، وهو الماضي. ليه كتير مننا بيهرب منه، وليه في ناس بتفضل عايشة فيه ومش عارفة تخرج منه، والأهم ازاي نقدر نتعامل مع ماضينا بطريقة صحية تخلي حياتنا أفضل. لو انت بتعاني من ذكريات أو تجارب قديمة بتطاردك، الحلقة دي هتساعدك كتير. يلا بينا. ليه الماضي بيسبب أثر كبير علينا؟ الماضي ممكن يكون ذكرى سعيدة أو مؤلمة، لكنه جزء مننا ومن رحلتنا. المشكلة إن الألم أو الخطأ اللي حصل في الماضي بيخلينا دايما عايشين في صراع داخلي، بنحس بالندم والحزن وساعات الغضب. مثلا شخص ندمان على قرار معين، حد فقد حد عزيز، أو فشل في تحقيق حلمه، أخطاء عملها في حق نفسه ولسه بيحاسب نفسه عليها. لكن خليني أقول لك حاجة، إحنا كبشر عندنا ميول طبيعي للهروب من أي حاجة بتوجعنا، وده طبيعي جدا. المشكلة إن الهروب ما بيخليش الوجع يختفي، بالعكس ده بيخليه يفضل موجود وبيأثر علينا. تأثير الهروب من الماضي في حياتنا الحالية هو تأثير كبير جدا. لما بنهرب من الماضي بنبني حواجز حوالينا، خايفين نجرب حاجات جديدة أو نواجه موقف مشابه. مثلا حد خرج من علاقة سيئة وبيخاف يدخل أي علاقة تانية، أو شخص فشل في مشروع ومش قادر يحاول تاني، وده بيخلي حياتنا محدودة لأننا بنعيش في خوف بدل ما نعيش في حرية. طب إزاي بقى نتعامل مع الماضي بشكل صحي وسليم؟ الخطوة الأولى المواجهة بدل الهروب. لازم تواجه. كتير مننا بيحاول يدفن الماضي أو حتى يتجاهله، بس الحقيقة عشان تتعافى لازم تواجه. هات ورقة وقلم واكتب كل حاجة مضايقاك من الماضي. ممكن تبقى تجربة، موقف، أو حتى شخص. لما تكتبها هتحس إنها بقت أوضح وأقل رعبا. الخطوة التانية عايزك تقبل الواقع. في حاجات حصلت ومش بإيدينا إن احنا نغيرها، وبقولك للواقع ده مش معناه إنك ضعيف، لكنها الخطوة الأولى للتحرر. الخطوة التالتة اتعلم من أخطاء الماضي. كل موقف مرينا بيه حتى لو كان مؤلم فيه دروس لينا. هسألك سؤال وعايزك تجاوبني في التعليقات، ايه الحاجة اللي اتعلمتها من المواقف اللي مريت بيها، سواء حلوة او وحشة؟ لازم الدرس المؤلم في الماضي اتعلم منه في الحاضر. الخطوة الرابعة سامح نفسك والناس. سامح نفسك على الاخطاء اللي عملتها. كلنا بشر وكلنا بنغلط، والتسامح للناس بيريح روحك من الغضب والكره. اكتب رسالة لنفسك أو للشخص اللي أذاك بتعبر فيها على كل مشاعرك، حتى لو مش هتبعتها له، بس الخطوة دي هتفرق كتير. الخطوة الخامسة عايزك تركز على الحاضر. عيش اللحظة. الماضي انتهى والمستقبل لسه بعيد. اللي عندك دلوقتي هو الحاضر. ابدأ يومك بشيء إيجابي. مخك بيصدق اللي بتقوله عليه. ركز انت بتقول ايه لنفسك. في النهاية الماضي هو جزء مننا، بس مش لازم يحدد مستقبلنا. خد وقتك وواجه واتعلم، وخليك دايما فاكر انك تستحق انك تعيش حياة مليانة اتزان نفسي، مش صراعات وتفكير في الماضي. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل لايك واشتراك وتشارك الحلقة. اشوفكم على خير. سلام. شكرا. هخلص طيب.